نهاية جولة 6 من الدوري المصري. تعالوا نشوف أبرز النتائج والأخبار وترتيب وكل حاجة. اكسبلورك الجميل ويلا بينا. واحدة من المباريات اللي تنيمك، واحدة من المباريات اللي ما تستمتعش بيها، كان افتتاح بداية الأسبوع السادس بدأ بمباراة إنبي وزد. مباراة انتهت 0-0. مباراة كانت مش أحسن حاجة، الأمور ما كانتش تمام. الماتش خلص تعادل. على فكرة حمدي علاء لاعب الزمالك عمل ماتش حلو، لاعب الزمالك السابق للأسف عمل ماتش حلو جدا. المباراة دي يعتبر واحد من نجوم المباراة، ولكن كل فريق بياخد نقطة في النهاية. الزمالك والجيش تعادل 2-2 على استاد الكلية الحربية. جودوين شيكا تألق، عمل مباراة كبيرة، جاب جونين وعمل إزعاج كبير جدا لدفاعات الزمالك. هدفين بمجهود فردي من محمد شحاتة وحسام أشرف لعيبة الزمالك، بيجيبوا جونين حلوين جدا جدا جدا. ولكن في النهاية الزمالك ما قدرش يكسب بالمباراة الثانية على التوالي. خطأ تحكيمي قاتل من حكم المباراة، عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة لصالح الزمالك بعد تدخل عنيف جدا من حارس المرمى على لاعب الزمالك محمد حمدي، اللي في حالة كانت خطيرة في المستشفى. الحمد لله خرج من المستشفى. وايضا الهدف الثاني لجودوين شيكا كان لمسة يد من محارب واضحة جدا للجميع، ولكن الفار والحكم عملوا من بلد تانية غير مصر. والزمالك في النهاية بيخسر نقطتين جداد في الدوري المصري. الاتحاد وفيوتشر ايضا مباراة انتهت بالتعادل السلبي، مفيش كلام نقدر نقوله اكتر من كده. الاسماعيلي بيتعادل مع حرس الحدود 2-2. الاسماعيلي بيعود في النتيجة او ريمونتادا اسماعيلاوية في الشوط الثاني. بدأ محمد ممدوح ومحمد بيومي ايضا لاعب الاسماعيلي يجيب جون في نفسه، ولكن علي الملواني ومروان حمدي بيعودوا في النتيجة لصالح النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي بيوقع نقاط كتير، زي ما قلت الاسماعيلي بيواجه صعوبة كبيرة جدا. جودة لعيبة الاسماعيلي مش دي جودة لعيبة الاسماعيلي بتاعت زمان السمسمية، لعيبة مش كلها تستحق اللعب في النادي الاسماعيلي. فخلينا نشوف الاسماعيلي هيعمل ايه في ختام هذا الدوري. الامور هتبقى صعبة جدا جدا على النادي الاسماعيلي الحقيقة. بيراميدز يفوز بسهولة جدا جدا على فاركو 3-0 بالشيبي صديق أجولا فيستون مايلي. 68 دقيقة بالتمام والكمال. بيراميدز بيخلص الأمور وبياخد 3 نقاط هامة جدا، بيحسن وضعه وبيظبط وضعيته في جدول ترتيب الدوري المصري. وفاركو بعد ما كان ماشي كويس بيعملوا كوميكس وحاجات كتير جدا على صفحتهم، خدوا على دماغهم النهارده امبارح من بيراميدز. سيراميكا ايمن الرمادي واصل الاداء الجيد والظهور الملفت في الدوري المصري، ويفوز على البنك الاهلي 2-1 وعمل ريمونتادا. اسامه فيصل بدا بالتسجيل الاول للبنك الاهلي، ثم رجب نبيل ومروان عثمان اوتاكا بيجيبوا هدفين عشان سيراميكا ياخد 3 نقاط هامه. كان في كوره فيها جدل تحكيمي كبير جدا، تسلل على البنك الاهلي، كان واضح ان هو مش تسلل، كان جدل تحكيمي كبير يعني. ولكن في النهايه ايمن الرمادي بيخطف كابتن طارق مصطفى وبياخد منه 3 نقاط هامه جدا جدا، بيزود مشاكل البنك الاهلي وبيحسن وضعيه سيراميكا بشكل كبير جدا في جدول الدوري. سيراميكا من اقوى السكوادات اللي موجوده في الدوري المصري الحقيقه. طفره كبيره جدا بيعملها الكابتن شوقي غريب مع غزل المحل، اداء رائع وراقي وبيجيب 3 نقاط مهمه جدا جدا من نادي سموحه. يكسب 4-2. مباراة حلوة، 3 نقاط جديدة للكابتن شوقي غريب، عنده خبرات كبيرة رغم اعتراضنا عليه كتير لتحفظه الدفاعي، ولكن المهم النتائج، والنتائج هي اللي بتتكلم. محمد علي بن حمودة لاعب المحلة بيجيب هدفين كمان في الدوري عشان يصبح عنده 4 أهداف في الدوري ويتصدر الصدارة مع ناصر منسي لاعب الزمالك، كل منهم عنده 4 أهداف. حمدي زكي بيجيب جون، وعبد الرحيم عموري ايضا بيجيب جون للمحله، وحسام حسن بيجيب هدف اعتقد من ركله الجزاء، ومحمود صابر ايضا بيجيب هدف. لكن الهدفين بتوع سموحه ما كانوش كافيين ان هم يرجعوا تاني في المباراه، والمحله بياخد 3 نقاط غاليه جدا. تغيير الكابتن شوقي غريب بالكابتن احمد عيد عبد الملك يبدو انه موفق جدا جدا، وده يثبت عندنا معلومه ان المدرب اللي بيصعد بفريق ما يكملش معاهم للاخر. مباراة المصري والأهلي مباراة كانت قوية، مباراة كانت مهمة، مباراة كانت المصري تسيد المباراة، عمل مباراة كبيرة، ولكن كان ناقصه إنه يجيب جون. الأهلي نجح إنه يجيب جون، هدف من فاول عن طريق يحيى عطية الله، ثم هدف في آخر لحظة في المباراة أسيست إمام عاشور لقفشة عشان الأهلي يجيب 3 نقاط مهمة. مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير جدا، تغاضى الكابتن محمود البنا عن احتساب ركلتين جزاء لصالح نادي المصري، واحدة في بداية المباراة من ياسر إبراهيم على فخر الدين بن يوسف، والثانية أيضا على محمد الشناوي لصالح ايضا فخر الدين بن يوسف. ولكن في النهايه الاهلي بياخد 3 نقاط، ومحمود البنا بيساهم في احتقان كبير جدا او حاله من الجدل امبارح بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وفي كل البرامج وفي كل اللقاءات الصحفيه والاعلاميه وكل حاجه. بتروجيت بقياده الكابتن سيد عيد هو الحصان الاسود في هذا الدوري حتى الان، بيكسب الجونه 1-0 في البلاس 90، في الدقيقه 94 95 احمد رضا بينجح انه يجيب جون
لصالح نادي بتروجيت بيجيب بيه 3 نقاط غاليه جدا، بيعدل وضع بتروجيت في جدول الدوري بشكل كبير جدا. كابتن سيد عيد مدرب محترم جدا جدا، مدرب رائع جدا، عكس مقوله كابتن احمد عيد. لا، كابتن سيد عيد عالمي الحقيقه، لان راجل متمرس في المهنه. كابتن احمد عيد لسه قدامه شويه كتير ما شاء الله، ان شاء الله يبقى واحد من المدربين التقال جدا في مصر، ولكن كابتن سيد عيد عنده خبرات كبيره جدا وبيكسب الكابتن علاء عبد العال. هي دي كوره، هي دي كوره. 1-0. نروح نشوف ترتيب الدوري المصري. بعد مرور 6 جولات الزمالك في الصداره ب 11 نقطه، الاهلي في المركز الثاني ب 11 نقطه، ولكن الاهلي لسه فاضل له مباراه مؤجله مع سموحه غالبا هيلعبها يوم 7 يناير. بيراميدز في المركز الثالث 11 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع 11، المصري في المركز السادس 11. ما شاء الله 5 فرق عندهم 11 نقطة. زد في المركز السادس ب9 نقاط، الاتحاد السكندري في المركز السابع ب9 نقاط، بتروجيت زي ما قلت لكم من شوية حسن وضعه بشكل كبير وأصبح في المركز الثامن ب8 نقاط، وطلائع الجيش بقيادة باسيو وعبد الحميد بسيوني في المركز التاسع ب8 نقاط. زي ما بقول كل مرة، لو ده نهاية الدور الأول يبقى إذا من الزمالك لطلائع الجيش دول هيلعبوا على الدوري بنفس عدد نقاطهم. المركز العاشر غزل المحله 8 نقاط، فاركو مركز 11 7 نقاط، الاسماعيلي مركز 12 6 نقاط، الجونه المركز 13 6 نقاط، سموحه مركز 14 5، انبي سموحه لسه عندهم مباراه مع الاهلي زي ما قلت لكم، انبي المركز ال 15 بخمس نقاط، والبنك الاهلي المركز 16 5 نقاط، ومودرن سبورت غريبه جدا فيوتشر في المركز ما قبل الاخير في الدوري باربع نقاط، حرس الحدود في المركز الاخير بثلاث نقاط. غزل المحله لحرس الحدود يلعبوا على الهبوط بنفس عدد نقاطهم. هدافين الدوري المصري حتى الان ناصر منسي برصيد 4 اهداف، ومحمد علي بن حموده لاعب المحله ايضا ب4 اهداف. هتسالني وتقول لي مين افضل وابرز لعيب في الدوري المصري بعد مرور 6 جولات حتى الان؟ اقول لك بكل سهوله، ولاعب سيراميكا كليوباترا احمد القندوسي. صراحه ما شاء الله 6 جولات عامل فيهم اداء اكثر من رائع، وظهر بشكل جيد ومساهم بقوه في الدوري المصري هذا الموسم. حتى الان يستحق حتى الان لقب افضل لاعب في الدوري المصري. شكرا لكم.